السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من صفحة يوميات عماد ودالي والمجالس الطبية والخاصة بذوي الهمم. أنا عايز أتكلم في حاجة عشان الناس كانت بتعتب عليا وبتزعل. أنت ليه مش بتدي نصائح للناس يعني؟ تمام. والله أحب أقول لكم كل مدى وكل يوم ربنا بيثبت لي إن أنا صح، أنا مش غلط. ليه بقى؟ طبعا لما نيجي نتكلم عن المبدأ، انا اصلا مكتب حجز مواعيد كشف المفروض العميل ملوش عندي غير ان انا اكشف ان انا احجز له بس. ده المبدأ. تمام. فكان في زمان مثل يقول لك ايه، اخرة الغز علقة. ده صحيح. تمام. وفي مثل تاني بيقول لك كيل مهولك، يعني الكيل مش بتاعك. تحضر كيلو تتعفر دقنك وتتعب في شيله. فانا حبيت اعمل خير مع الناس، لكن على ما يبدو ان هو العكس جه عليا انا بالضرر. ليه بقى؟ احنا زي ما قلنا، انا النهارده كمكتب حجز مواعيد الطبيعي ان انا احجز لك وبس. ده ليك عندي معلومه، ولا ليك الصح ايه تعمله، ولا الغلط ايه تعمله. تمام. فانا حبيت اطلع كويس. انا عندي ايجار ومكتب وبدفع ايجار، فحبيت ان انا اللي يحجز عندي اخدمه من وجه الله بحكم الخبره طالما حاجز عندي. تمام. وفي مبدأ عام، انت كان النهارده كشخص من حقك تحجز عندي او تحجز بره، انت حر. يبقى انا كمان من حقي ان انا ارد عليك او ما اردش، انا كمان حر. تمام. فالناس اللي حجزت مع نفسها وكانت بتتواصل معايا عن طريق الفيسبوك، طبعا انا قلت لهم يا جماعه انا بعتذر، دوت مبدأ. العميل اللي حاجز مش حاجز مع مكتبي انا ما بدخلش في اموره. تقوم بقى الناس دي عامله ايه بقى؟ تقوم عامله لي ابلاغ ماشي على الماسنجر. يعني حبيت اعمل خير وادي لاصحاب اللي يستحقوه. كل الناس بقت في ناس عايزه تاخده ببلاش. لما رفضت حبوا يضروني. فانا اقسم بجلال الله واقسم بعرش الرحمن، ومن غير قله ادب ومن غير كلام، يعني اقول ايه، انا مش هتنفذ ولا هخش في حد شمال. اي شخص عايز يحجز هيبعت لي بطاقته الاول. لقيته ما حجزش، تحت امره يحجز معايا، اتكلم معايا في اي سؤال هو عايزه. لكن شخص يقول لي طب انا احجز عندك بس لو رد عليا، لا، يبعت لي رقم بطاقته الاول وبرضه يحجز عندي الاول وبعد كده ارد عليه. تمام. ليه بقى؟ لان في معلومات عامه وفي معلومات خاصه. على فكره بجد يعني انا مصري زيكم يعني، بس بجد انا بحس ان الشعب المصري دوت يعني عقله اتركن، ما بقاش شغال. ماشي. في حاجه اسمها معلومات عامه، ودي اللي الناس بتاخد الناس على قد عقلها بيها. بمعنى ايه؟ هقول لكم انا. اصل انا مشكلتي ان انا صريح، والصراحه دي والخير اللي انا بعملهم جم على دماغ اهلي. تمام. فانا قولا واحدا اقسم بجلال الله ما حد ليه عندي معلومه حتى خاصه تفيده الا بعد الحجز. لكن قبل الحجز هي المعلومات العامه. واحد يقول انا قدمت وسقطت، انا بقى كنت غبي، ارد عليه اقول له ايه؟ طب سقطك ليه؟ طب لما تحجز عندي اساعدك. لا، هو عايز ياخد المعلومه ببلاش. لا، انا غبي. ليه بقى؟ فضل ارد عليه اقول له ايه؟ يا باشا خلاص، اعمل لك مناظره تانيه وربنا يوفقك. ده الصح. لكن محاولتي ان انا استفيد وافيده دي جت على دماغي. اوكي. فانا والله وبكل هدوء اقسم بجلال الله، بكل هدوء تام وبدون عصبيه وبدون نرفزه، اي شخص هيحجز عندي انا عينيا ليه. وفي نقطه، انا مش بتكلم على كلام مجهول، لا. انتوا اي حد هيخش القناه بتاعتي على اليوتيوب شوف راي الناس اللي اتعاملوا من قبلك. ماشي. اي واحد تلاقي كاتب عني كلمتين حلوين، خش له انت بمعرفتك قول له النبي احمد جني دوت لما حجز لك دخلك سكه شمال او خد منك الافات مؤلفه، هيقول لك لا، انا دفعت فلوس الحجز فقط لا غير. تمام.
وربنا كرمنا وقف جنبي ونجحت. بس كده. ماشي يا جماعه، قولا واحدا كده وبكل ادب. اللي يحجز علينا تحت امره، اللي حاجز بره ربنا يوفقه، تمام. بس ما دخلنيش في مواضيعه. يا راجل بدفع ايجار، مش قاعد في بيتنا وانا بكلمك. انا بدفع ايجار وعندي عماله انا مش عايز اقول لكم الدنيا بايظه معايا قد ايه. تمام. وربنا يوفق الجميع. تمام. بعمل الفيديو الجاي نتكلم عن موضوع وقف استيراد العربيات ده. الموضوع ده مهم وحساس شويتين، فبأمر الفيديو الجاي هكلمكم عليه. يلا السلام عليكم.